متخيل ان توم كروز اللي بيطير بالطيارات وبينط من المباني هو اللي بيعمل المشاهد دي بنفسه من غير دوبلير؟ وده غير اسرار ورا الكواليس ممكن تخليك تشوف افلامه بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقى اخطر ممثل في هوليوود واسرار محدش يعرف عنها حاجة. انا حبيبة مصطفى وده برنامج اسرار نجوم هوليوود. توم كروز مش بس نجم سينما، ده ماكينة أكشن حقيقية. من أول ما بهرنا في سلسلة توب جان ميشن امبوسيبل اللي بقت علامة في أفلام الأكشن، لكن ورا الكاميرا توم عنده حكايات وأسرار تخليك تحترمه حتى لو مش بتحب أفلامه. في الحلقة دي هنتكلم عن سر جرأته وأخطر مشاهد عملها بنفسه وأسرار ورا حياته الشخصية. توم اتولد سنة 1962 في نيويورك واتربى في عيلة فقيرة، وبدأ التمثيل في الثمانينات، لكن انطلاقته الكبيرة كانت مع فيلم توب جان سنة 1986 اللي خلاه رمز للشباب والتمرد في هوليوود. الطريف ان توم كان نفسه يبقى قسيس وهو صغير وما كانش عنده اي نية انه يدخل التمثيل، لكن بعد ما دخل مجال السينما قرر يكمل وسريعا بدأ ياخد ادوار بطولة لحد ما بقى اغلى نجم في هوليوود في التسعينات. اللي بيخلي توم مختلف عن اي نجم تاني هو حبه للاكشن وانه بيعمل المشاهد الخطيرة بنفسه من غير دوبلير علشان الجمهور يصدق اللي بيشوفه. من أول فيلم في السلسلة سنة 1996 توم كروز قرر إنه ما يستخدمش دوبلير وبدأ يعمل مشاهد خطيرة بنفسه، زي القفز من الطيارة على ارتفاع 25,000 قدم والتسلق على برج خليفة في دبي، وده اللي خلى السلسلة تحقق أكتر من 3 مليار دولار في شباك التذاكر. في فيلم ميشن امبوسيبل فول اوت توم كسر رجله بجد في مشهد القفز من المباني، لكنه كمل تصوير المشهد للنهاية علشان ما يعيدوش تاني، والمشهد ده اتعرض زي ما هو كده في الفيلم. والأغرب انه اتعلم الطيران علشان يصور مشهد الأكشن في فيلمه توب جان مافريك من غير ما يستخدم طيار بديل، وفعلا كان بيطير بالطيارات الحربية بجد. عنده هواية غريبة جدا، توم كروز عنده هوس بالقفز بالمظلات وبيقول انه بيقفز اكتر من 30 مرة في السنة علشان يحافظ على لياقته. تاني حاجة رفضه ادوار ضخمة. تخيل ان توم كروز كان مرشح لدور ايرون مان قبل ما يروح لداوني جونيور، لكنه رفض علشان ما كانش حابب فكرة الابطال الخارقين. توم عنده شرط في عقده مع اي فيلم انه ما يتعرضش للاذى، لكن في نفس الوقت بيرفض يستخدم دوبلير وبيقول انه بيثق في نفسه اكتر من اي حد. 4. سر الطول. توم كروز طوله 170 سنتي لكن دايما بيظهر أطول في الأفلام، والسبب إنه بيلبس جزمة بكعب عالي والمخرجين بيصوروه بزوايا تخليه يبان أطول. توم عنده مواقف إنسانية كتير، زي لما أنقذ مصورة كانت هتقع من على مركب أثناء تصوير فيلم وفضل ماسكها لحد ما جت المساعدة، وكمان بيشارك في مبادرات خيرية لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان وتبرع بملايين الدولارات لمستشفى الأطفال في أمريكا. توم معروف بتواضعه ودايما بيقف يتصور مع معجبينه، مرة وقف أكتر من ساعة يتصور مع جمهور كان مستنيه قدام الفندق، وده خلى الناس تحبه مش بس عشان تمثيله لكن كمان علشان شخصيته. أشهر الأدوار من جيري ماجوير اللي خد عنه جولدن جلوب لحد A Few Good Men اللي قدم فيه مشهد المحاكمة الشهير. توم كروز عنده قائمة أدوار تخليه في صفوف عظماء هوليوود. وفي سلسلة ميشن امبوسيبل توم عمل علامة في أفلام الأكشن وأثبت إن فكرة النجم اللي بيعمل كل حاجة بنفسه لسه بتبيع ومطلوبة، وخلت الجمهور يثق في أي فيلم بيظهر فيه. دي كانت حكاية توم كروز، الممثل اللي خلى الأكشن يبقى حقيقي واللي قدر يثبت إنه أخطر نجم في هوليوود. إيه أكتر دور حبيته ليه؟ شاركنا في التعليقات، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. أشوفكم الحلقة الجاية.